السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالكم عالم فاتي. ما تنسونيش بتعليقاتكم ولايكاتكم بخصوص الموضوع. اثارت مؤخرا تصرفات الترك جدل كبير في تيك توك، وتلقى انتقادات حيت اتهموه المتابعين والنشطاء ديال موقع التواصل باللي كيقوم بحركات مستفزه وصبيانيه لا تليق بالعمر ديالو. ففي اخر لايف اللي دار في تيك توك واللي غادي نوريكم الفيديو بعد قليل اللي كيوضح هذا الشيء، توعد بحذف خربوشه وهذا الشيء اللي طرا، وهدد كذلك بتنزيل اغنيه اخرى، رغم انه قبل يومين قالت الفنانه دنيا بطمه انها ستتخذ اجراءات قانونيه في الحق ديالو حيت سرب اغنيه خربوشه، الا انه هو كيقول باللي من حقه يسربها حيت هو اللي كيملك حقوق النشر كامله، وكيقول بلي هو السبب باش اغنيه خربوشه طلعت تريند، وبلي غادي ترجع، ولكن ترجع في القناه ديالو قانونيا، وبلي غادي ينزل اغنيه اخرى عنده حقوق النشر ديالها في اليومين القادمين. نخليكم مع الفيديو اللي كيوضح فيه كاع هادشي. الأغنية راح تنحذف، هذه يكونوا خذوها كلمة مني أنا، وهذه الكلمة أنا أتحمل مسؤوليتها. راح تنحذف الأغنية. كان أغنية بسربها بمزاجي، لي الحقية الكاملة أسوي ذي الشيء لأن أنا أملك حقوق النشر فيها. ثاني نقطة، مو بمحمد ترك اللي أنتوا تشكرونه ان نجح لكم الاغنيه لانه يطلع ترند، لانكم انتم عارفين دائما محمد ترك اسمه بروحه كذي فوق تكتبونه بيطلع لكم ترند. انا اقول لكم انا شكرا، اقول لكم شكرا انكم نزلت الاغنيه، وشكرا على اللي كل اللي قاعد يسمعها والفيوز اللي قاعد يصيرون، لان انا في النهايه راح ترجع الاغنيه عنده في الشانل مالي بكل بساطه وقانونيه. هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، كنشكركم على حسن المتابعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله.